ايوه جايبه لكم فرصه كبيره، وفرصه كبيره قوي كمان للعائلات وغير العائلات، لو فرد هيروح لوحده. بصي بقى، هتفرح حيلتك وهتخرجها فقرات من فطار من غدا لبسين لفيديو جيم لبيتش باجي لحصنه، كل حاجه كل حاجه هتلاقيها في نفس المكان. ركز معايا كده، انا هوريكم اول حاجه في بيسين للاطفال، وفي بيسين للمتوسط العمر، في بيسين للكبار، ده انا ما صورتهوش. في بيسين اللي ورا المغلق ده للمحجبات، محدش هيشوفك، خصوصيه كامله، مغلق وكمان ليه سقف، ده للمحجبات للمنقبات، مش هتلاقي حد فيه غير بنات. كده بصور لكم كل الالعاب بتاعت الاكوا. بصوا بصوا الجمال. انا عايزه اقول ان انا بصور في اخر اليوم، يعني المكان بصوا المفروض يبقى متبهدل، المكان نظيف حرفيا طول الوقت، ناس بتنظف حواليك. بصوا الراجل ابو طبله ده انا عايزه اقول لكم فظيع يخلي الدنيا بترقص والزهره طول الوقت. هنا انا بوريكم الحصانه، بصوا بوريكم الاماكن كلها ما شاء الله، المكان نظيف. انا بصوره في اخر اليوم، قلت عشان الناس تبقى هديت واقدر اصور من غير ما اجرح خصوصيه حد، والمكان برضو نظيف كده. احنا في اخر اليوم كده بوريكم، انا بتصور مع الجمل كالعاده، خوفي منه عمره ما هيروح. هنا بوريكم الاماكن بتاعت الالعاب الجيمز كلها بتاعت الاطفال، وانا عارفه. وعلى فكره في تيكت اصلا من جوه الفلوس نفسها، انت بتيجي تلعب والباقي على حسابك انت. بصوا الجمال، بصوا نظافه المكان. خلينا نركز بس على النظافه. هنا طبعا المشرفين الامارات، استاذه ميرفت استاذ محمد، من الناس المحترمه جدا جدا في المكان، واتشرفت جدا بمعرفتهم. يلا بقى اوريكم على حاجه. اول حاجه الفطار، مربى وعسل وجبنه نستو، جبنه قديمه، والفطير القمر اللي معمول وانت قاعد وشامم ريحته. بصوا القمر. يلا بقى هنمشي مع الفقرات فقره فقره. اول حاجه فقره الطبل، في فقرات هسيبكم معاها. الحلو في الفقره دي انها بتمشي مع الترابيزات كلها، يعني هيجي على ترابيزه ويعمل معاكم الفقره دي. حماته اللي هي مين؟ ست الحبايب يا حبيبه، اللي هي امك، قالت ايه؟ تعالي الحراره، جابت لي المراره وجابت لي صراع. تمام كده؟ قومي بينا نمشي يا حاج، احنا مش عاوزينك يا مثلا، كل الشغل من الشغل فين؟ سيب البيت يمشي. ده انت تردي، وكل الستات اللي قاعده ترد، وعربيتي متجوز مين وبنت مين. ازاي يعني يا اختي؟ ومش عارف بعد 16 سنه خدمه يقول علينا كده؟ ولا عين، انا عارف ده رجاله موجودين. يلا نختار رقم ونرد، نقول له هو متجوز مين؟ اسمع. سمعت يا عم مازن بتقول لك انا عيله. نسيت اقول حاجه مهمه، ان الفقرات دي انتوا بتكسبوا فيها فلوس. تخيلوا ان في مسابقات بفلوس. والله بتاع الايس كريم ده عسل، وعايزه اقول لكم الاسعار جوه تحفه، انت مش هتحتاجي تجيبي حاجه معاكي من البيت اصلا، ده غير الميه على التيكت كمان. بصوا الفقره دي اللي كلنا بنحبها، عايزه اقول لكم اداؤه رائع، ومشي على الترابيزات وعمل الفقرات على الترابيزات كامله. مش بقول لك مفيش ترابيزه مش هيدفع له معاها، اي فقره بتحصل بتعدي على الترابيزات، ترابيزه. في مهند ما بيحبش يتحرك، بيحاولوا بقول لكم يحركوا طفل مش هيسيبوا حد في مكانه. ده الغدا بقى، بصوا القمر، رز ما شاء الله وربع فرخه، ده اللي احنا اخترناه. انت ممكن تختار كفته، ممكن تختار وجبات تانية، دي الوجبه اللي احنا اخترناها، وجنبها ترشي وجنبها الصوص. بصوا بقى هنا فقره الساحر، طبعا هي كانت فقره طويله جدا، انا ما صورتش منها غير جزء بسيط جدا، والتفاعل رائع مع الاطفال. الفقرات بقى اللي قريبه لقلبي يا جماعه، تعالوا لي كده نوقفوا نقطه من اول السطر، من اول هنا. كل الأذواق بتتراضى، أغاني شعبي، أغاني صعيدي، أي حاجة، أغاني فلاحي، أي حاجة أنت عايزها هتلاقيها. مش بقولك بيرادوا كل الأذواق. المكان اسمه أكوا بارك البدرشين، أو اللي على طريق البدرشين.
المكان جميل ومنظم، وانت اللي بتحدد الوقت اللي انت عايز تاكل فيه، مش وقت معين الكل هياكل فيه غصب عنه. وقت ما تجوع بتاخد التيكت بتاع الاكل بتاعك اللي انت حجزت بيه من بره، وبتروح تقول لو سمحت انا عايز الغدا دلوقتي. النقطه الثانيه ودي المهمه قوي، المكان مرتب جدا ومنظم، فمحتاج ان انت قبل ما تروح باسبوع انت واسرتك القمر ان شاء الله تحجزوا قبلها عن طريق التليفون على قد ما تقدروا. برضه حاجه مهمه انا مش قايله في الفيديو غير سعر الكبار بس، اما الاطفال خليه مفاجاه. فكرة بقى السعر اللي الناس كلها عايزاها، خليكم معايا والسعر كده كده هقوله. انا عايزه اقول ان هو فعلا والله ما هتصدقوا، فقرات فطار وغدا وفطار فلاحي بفطير فلاحي لسه معمول، وفقرات وبسين لكل الاعمار، والعاب وجيمز للاطفال، والعاب الفيديو جيم واقصد كمان وترقص وتنبسط، وكل حاجه انت متخيلها هتلاقيها في المكان ده. تخيل بكام؟ انا مستنيه اسمع منكم فكره الرقم هيبقى كام. 400 لا طبعا، ولقيت ناس في الكومنت كاتبين لي في الفيديو اللي قبله 500 برضو للفرد 500. لا تخيلوا نص اللي انتوا قلتوه ده، انتوا متخيلين النص بالظبط؟ يعني 250 جنيه للفرد. يعني تخيلي هتتغدوا وهتفطروا وهتتفرجوا على فقرات وبسين كل ده والعاب وركوب خيل، كل ده ب 250 جنيه. مش عارفه اقول لكم ايه، انا عارفه انها مفاجاه وعارفه ما كانش حد متخيل السعر، بس هو ده السعر. تخيلوا بقى. اللي عجبتني في المكان نظافه الحمامات السباحه كل ساعتين، يعني كل ساعتين هتلاقي ولادك قاعدين جنبك وبيقولوا لك ان احنا بننظف حمام السباحه. هنا بيقولوا لنا مع السلامه، وبصراحه كنت زعلانه ان انا ماشيه اليوم خلص. اعمل انا ايه دلوقتي يا ربي؟